حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض فيديو روتين كده، تنظيفه حلوه للحمام. لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه، عايزاكم تشتركوا عندي وتحطوا لايك وتعملوا الجرس على علامه الكل عشان كل فيديو بنزله يوصل لكم. بصوا يا حبايبي بقى، انا هنا كده ايه، دخلت على الحمام. يعني انا بعمل الحركه دي كده كل يومين او 3 مثلا. اللي هو الحوض والتويلت نفسه والحته اللي هي بتاعه الدش والحنفيات وكده. بصوا بقى، انا بحب عندي هنا ايه، انضفه بالاريال، مش بالصابون. الاريال حلو قوي، يعني مش بيخلي الحمام يجير وكده، وبيخلي بقى الحوض والسيراميك يلمع قوي. بس بصوا، انا هنا كده بستخدم اللي هو السلك اللي هو العادي السايب ده. باخد حته منه وبعد ما بخلص بيها برميها خلاص على طول. مش بحب انضف بسفنجة بقى وكده وافضل سايباها في الحمام، عشان طبعا ايه، دي مش حاجة حلوة يعني ان ننضف ونسيب البكتيريا والحاجات دي موجودة برضو في السفنجة في الحمام. فانا هنا كده مسكت الحوض بقى، دعكته دعكة حلوة، والحتة اللي هي تحت المراية دي وبنضف برضو الازايز الشامبوهات والغسول والحاجات دي. انتوا عارفين بقى، بيبقى مطرطش عليها كده بواقي صابون وتبقى مجيرة كده، شكلها مش حلو. هنا كمان برضو بصوا، ده الخلاط بتاع الدش، بنضفه برضو كده بالسلكة وبيبقى بيلمع. بصوا شايفين ازاي؟ زي ما قلت لكم، انا بغسل باريال او اللي هو الكيس اللي هو الباهي ده، او اوكسي ساعات. بيعمل ريحة حلوة قوي، ورغوته كمان عالية. فبس انا هنا كده اهو خلصت الخلاط ده، والحتة اللي هي زي الخرطوم اللي نازلة منه دي برضو عشان بيبقى عليها صابون. الحيطة بقى نفسها ممكن بعملها مثلا كل شهر ولا حاجة كده. وبحب كمان برضو وانا بنضف كده الحمام، بنضف حاجة التنظيف نفسها، فاهميني؟ يعني الجردل والشرشوبة بقى والحاجات دي، عشان شكلها يبقى حلو كده لو سايباها في الحمام. هنا بقى انا برضو بحط اريال على الارض وبالمقشة كده، بصوا على طول. انا هنا كنت عملت التويلت نفسه، بس ما حبيتش يعني ان انا اجيبه معاكو. آه مش عارفة، كده احسن يعني. بس انتوا شوفوا كده الفيديو ويا رب تتشجعوا معايا، بس دي اهم حاجة عندي. بعد ما بخلص بقى الدعكة دي بالاريال، اخر حاجة خالص آه بحط اسمه ايه، كلوريكس او كلور عادي اللي هو بتاع الابيض ده. بصوا شايفين الرغوة؟ انا قاعدة في البلكونة بقى وبسجل لكم الصوت بتاع الفيديو، فسامحوني بقى لو في دوشة وكده. بس بصوا بقى، هنا برضو اهو خلاص كنت خلصت. بشطف بقى كده شطفة اخيرة. انا بعمل كده زي ما قلت لكم كل يومين او 3. التويليت بقى جوه نفسه بحط فيه كلور وبنضفه بالفرشة، الفرشة اللي هي قدامكم دي. كمان بعد ما بخلص بقى، بصوا انا بملاها كلور، يعني بسيبها كده في ميتها بالكلور. بتعمل ريحة حلوة كده في الحمام، وفي نفس الوقت ايه، بتتعقم. هنا بقى شوية الكلور اللي اتدلقوا دول، حطيت شوية ديتول كده عليهم وبس. دي اخر تلميعة كده بلمعها عشان الحمام يبقى فيه يعني ريحته تبقى حلوة كده، والسيراميك يكون بيلمع. بس اخر حاجة بقى بغير الفوطة وبعلق واحدة جديدة، وخلاص انا كده تمام خلصت. عايزاكم بقى تشتركوا عندي في القناة لو الفيديو عجبكم، وتحطوا لي لايك وتتفرجوا كده على باقي الفيديوهات اللي عندي. بصوا شايفين؟ نضفت كل حاجة فوق الحوض. ده كان روتين خفيف كده، حبيت اوريهولكم عشان تتشجعوا معايا. لو عندك حمامك كده مش نضيف، قومي يلا كده اتفرجي عليا واعملي زي ما انا عملت بالظبط. ايه رأيكم بقى؟ شايفين؟ بس ده كان الفيديو بتاعي كده النهاردة، واستنوا بقى الفيديوهات اللي هتنزل لكم الايام اللي جاية. واشوفكم على خير، ويلا يا حبايب قلبي، مع الف سلام.